للآباء والأمهات اللي عايزين ولادهم يطلعوا كويسين محترمين ومؤدبين، حافظين للقرآن، بيصلوا في المسجد، بيبروا أبوهم ومامتهم. طيب خلي بالك، هقول لك حاجة: التربية رقم 1 توفيق من الله عز وجل. تاني حاجة، طفلك هيطلع زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز. يعني ايه بقى الكلمة دي؟ يعني انت اخبارك ايه وحالك ايه في الحاجات اللي انت عايز طفلك يطلع فيها متفوق؟ اخبارك ايه مع الصلاة؟ اخبارك ايه مع القرآن؟ اخبارك ايه مع البر؟ اخبارك ايه مع مامتهم اللي هي زوجتك؟ هل انت رفيق بيها؟ هل انت كويس معاها؟ هل البيت عبارة عن عطف وحنان، ولا العكس البيت عبارة عن يعني حرب أعصاب، ومين بيزعق ومين بيضرب ومين لا؟ خلاص الطفل بيشرب كل الكلام ده. بصوا يا جماعة، الطفل ده زي السفنجة، تحط له مية هيشرب المية، تحط له مادة سامة هيشربها، تحط له يعني مشاكل وخناقات وشاشات هيطلع عنيف. هو الطفل كده هو اكتر حاجة يعني بيقدمها واكتر حاجه بيعملها هو اللي هو شايفه، اللي هو عايشه، اللي هو بيقلده. هو طلع في حياه لا اب وام هم دول حياته، والله بيعملوا ايه غصب عنه هيعمل زيهم. طيب عايز تقول يا دكتور عشان ما اطولش عليكم؟ عايز اقول ان اي صفه عايزها تبقى عند ابنك او بنتك لازم انت تتحلى بيها. عايزهم عندهم حنيه، لازم تبقى حنين. عايزهم ليهم حال مع ربنا وبيدعوا ربنا وبينزلوا يصلوا في المسجد وبيقراوا قران. ابتدي انت في الحاجات دي اولا.